توا باش نتعداو لليديز فيرست، الروبريك هذايا سبونسوريزي بار فيرست ديليفري. دونك في الروبريك هذايا باش نتعرفوا كل مرة على امرأة رائدة في مجالها. دونك في الروبريك هذايا باش نتعرفوا على شخصية توحيدة بالشيخ، لكن قبل خرجنا للشارع التونسي باش نشوفوا العباد يعرفوها ولا لا، نشوفوا مع بعضنا. توحيدة بالشيخ هذه لا اله الا الله محمد، الوجه الاسم مش غريب علي بالكل. توحيدة بالشيخ يظهر لي وزيره كانت ابارامون، يظهر لي في عهد قيس سعيد، ماهوش بعيد معناتها. هذه باص سياسي. ممثلة. شو اسمها؟ توحيدة بالشيخ. توحيدة بالشيخ، توحيدة بالشيخ. في جوجل تعرف توحيدة بالشيخ. مايك اول طبيبة. طبيبة يظهر لي طبيبة. دونك شكون توحيدة بالشيخ؟ فما شكون يعرفها فما شكون ما يعرفهاش. هي أول طبيبة عربية وتونسية. اليوم باش نتعرفوا عليها. دونك هي حقت قصة من قصص النجاحات في تاريخ المرأة التونسية. هي أول طبيبة تونسية وعربية، وهي أيضا رائدة نسوية عرفت بطبيبة الفقراء، وساهمت في وصول رعاية صحية أفضل للمرأة. ولدت توحيدة بالشيخ في 2 جانفي 1909 في تونس العاصمة، وبدعم من والدتها. وفي عام 1928 كانت أول تونسية تتخرج من المدرسة الثانوية، لكن ما وقفتش غاديكا وتجاوزت التوقعات التقليدية للمرأة في العصر هذاك، وتحصلت على شهادتها الطبية في باريس سنة 1936 في عمر 27 سنة. برافو. دخلت توحيدة بالشيخ التاريخ وقت اللي رجعت لتونس وفتحت عيادتها الطبية المجانية لأمراض النساء والتوليد، وتعينت رئيسة قسم الولادة في مستشفى شارنيكول في عام 1955. في السبعينات أسست أول عيادة لتنظيم الأسرة في تونس، وساهمت أيضا في العديد من المنظمات النسائية، وأسست مجلة ليلى، وهي أول مجلة نسائية باللغة الفرنسية في البلاد. توحيدة بالشيخ كانت واحدة من أهم عناصر النخبة المثقفة والمناضلة في تونس في وقت الاستعمار، وكانت زادة من المساهمين في بناء الدولة الوطنية المستقلة، وكانت منخرطة في برشا أنشطة سياسية واجتماعية وثقافية. أكيد زادة تعرفت وقتها وقت اللي البنك المركزي قرر باش يختار تصويرتها ويحطها على الورقة من فئة 10 دنانير، وهي أول ورقة نقدية في العالم تعرض صورة طبيبة. برافو. وهكا تزيد تقعد حاضرة في ذاكرة التوانسة الكل وتكون مصدر إلهام ليهم. باهي دونك هي فريمون مصدر إلهام باش العباد تنجح. الفقرة هذيا كانت برعاية فيرست ديليفري. دونك فيرست ديليفري اللي هي أول شركة توصيل في تونس اللي على ذمة حرفائها 7 جور سور 7، تهز من عندك منتجاتك توصلهم في 24 ساعة وتزيد تخلص فيهم من غدوة.